السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم نهار جديد، فيديو جديد. اليوم حضرت لكم البطاطس والدجاج. تبعوا معايا الفيديو من الاول الى اخر. قبل ما نبدا الفيديو، الا كنتي اول مره كتشاهد هذا الفيديو ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس بيوصلك كل جديد. لا عندك اي تساؤل مرحبا بك، خليه لي في التعاليق، انا كنجاوب على كل تعاليقاتكم. ومرحبا بكم. انا حضرت لكم هذا الكريتان بطريقه صحيحه وبالمكونات صحيحه، وتتبع معايا الفيديو من اول الى اخر. ما تندمش علاش تفرجتي في هذا الفيديو، حيت هذا الفيديو كيستحق نتفرج فيه من الاول حتى الاخر باش تفهم مزيان كيفاش الطريقه الصحيحه ديال الكريتان. شوفي الشكل كيفاش كيجي، ما شاء الله. الا ولديتها ما شاء الله. ولا يا خوتي ما نقدرش نقول لكم كيفاش كتجي لذيذه بزاف بزاف. قبل ما نبداو الفيديو، بسم الله توكلنا على الله. يلا نبداو على طريقه التحضير. اول حاجه كنبداو فيها هي كنديروا واحد المقيله سخونه فوق، كنشعلوا عليها البوطه، كنخليوها تسخن مزيان. من بعد ملي كتسخن مزيان كنديروا لها شويه الزيت، زيت المائده، زيت المائده. من بعد كنحطوا فيها شويه البصله، حبه البصل، كنبقاو نشحروها مزيان، كنشحروها كنخليوها تشحر مزيان. من بعد لا خليوها تشحر. دابا بما تشحرات مزيان وغادي نشحروها، عاد نديرو فيها تقريبا بحال نشحروها بحال هذا الشكل. هذه الطريقه ديال التشحير كنبقى نشحرها هكا، طريقه جد سهله. الا ما تشحراتش انا كنفضل بهذه الطريقه هذه باش كتخدمي عليها، يعني من اول بدايه ديالك تخدمي عليها. انا ما انا كنبغي نخدم شي حاجه طريقه صحيحه. اما كاينين الناس اللي كيبغيو يديروا كيطيبوا بواحد الطريقه كيجمعوا كلشي في دقه، ولكن راه ما كتكونش البنه. حيت الحاجه اللي كتكون اللي بغيتي تجيب فيها البنه هي هذه الطريقه الصحيحه ديال الطبخ. يعني البنه كتكون هذه هي الطريقه ديالها. كنخليوها مقله تسخن، وهذه افوا كتحط داك الطبق على داك المقله وكتولي كتسمع داك بش. هذيك هي الطريقه الصحيحه ديال الطبخ. هذه كنصيحه مني انا من التجربه ديالي، باش تكون عندكم البنه هذه هي الطريقه الصحيحه باش تقدروا تخدموا عليها. بالنسبه هذا كنعطيهم لكم ملاحظات. من بعد كنديروا هي من شنا تشحرات كناخذوا الدجاج. ملي كنحطوا الدجاج حتى هو كنخليوه بنفس الطريقه، حتى هو تنشحروه مزيان. كتشحر هكذا بالطريقه هكذا. يعني انا كنبغي نخدم هكذا، واخا كيكون الفيديو طويل، ولكن الصراحه خاصو تخدم بحال الطريقه هذه باش تفهموا مزيان، باش تفهموا اي حاجه مزيان. تالا شوفوا على هذا الشكل، هذه هي الطريقه باش كنخدم انايا بحكم التجربه ديالي. انا كنخدم بهذه الطريقه. يلا نخليو حتى هو يتشحر هكذا. تا هو ملي كتخليه تتشحر مزيان. غير سمحوا لي واخا يكون الفيديو طويل، غانا نحاولوا جمعت. ما تشحرت لينا الدجاج كنديروا ليه شويه الثوم، حبه الثوم، حبه الثوم حتى هو كنخليوه كيتشحر حتى هو كنشحروها مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد كنديروا معقدونيس. حتى هو كنخليوه كتشحر. انا كنبغي دقه دقه باش نخدموا على هذه الطريقه هذه، يعني باش تجي فيها البنه. من بعد كنديروا ليها شويه الملحه على حسب الذوق. انا صراحه ما كناكلش الملحه بزاف، ولكن على نتوما على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كياكل الملحه، كاين اللي لا. المهم الملحه كتبقى الاختيار لك. من بعد كنضيفوا بصل، الفلفل الاسود، كنخليوه يتشحر تاني هكذا عاوتاني. شوفوا كي كيولي الشكل هكا. من بعد كنزيدوا ليه كريم فريش، قشطه طاريه.
من بعد خليوه يتشحر شويه، من بعد كديروا ليه شويه الفرماج فخوماج اللي عندكم. ما عندكم فرماج حمر، عندكم موتزاريلا، تقدروا تخلطوا منهم بجوج على احسن. الا عندكم دوك الفرماج كاريات، تقدر دير اي فرماج، يبقى اختياري. من احسن يكون طريقه البروفيسيونيل هي الفرماج. من بعد دابا